هنعمل الخضار الجميل دوت أكلة صيامي جميلة، المحشي طبعا. وأول حاجة دلوقتي بوريها لكم. بصوا شكل المحشي بعد ما اتعمل. اعملوه كده بقى في الصيام، طبعا أكلة جميلة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما اعمل اي حاجة بشكر اي حد اشترك في القناة، وطبعا بشكركم كتير وبرحب بيكم. انتوا نورتوني. وبقول لسه ما اشتركوش طبعا اشتركوا، ان شاء الله القناة مش تكبر غير بيكم. وان شاء الله القناة تعجبكم. وده شكل المحشي يا بنات. بصوا الرز مفلفل وجميل. واول حاجة بعملها جبت كام بصلاية كده وقطعتهم عشان اعمل تقلية للمحشي طبعا. او زي ما احنا شايفين. بصوا انا مش هغمق التقلية قوي ولا اسيبها فاتحة برضو. زي ما احنا عارفين ان انا لازم انشف التقلية كده وتديني اللون الاصفر الذهبي عشان تظبط معايا طعم المحشي. هتفضلي تقلبيها كده لغاية ما تديكي اللون اللي انت عايزاه. وفي المرحلة دي يا جماعة انا بكون محضرة شفشق الطماطم عشان التقلية ما تغمقش مني واقدر اسيطر عليها. اهو بصوا ادتني اللون الاصفر الجميل. كنت محضرة دلوقتي الطماطم المعصورة وابتدي انزل بيها على التقلية اهو زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده. اهم حاجة ان انت تكوني محضرة الطماطم عشان التقلية ما تغمقش منك. بصوا ده كده افضل لون لتقلية المحشي، هيطلع معاكي لونه احمر كده وحلو. لكن لو فتحتيه عن كده المحشي معاكي مش هيطلع لونه احمر غامق، لا هيبقى فاتح. مهما حطيتي له تقلية هيبقى فاتح. بصوا هي تكات بسيطة بس بتفرق برضو في طعم المحشي. انا ضفت كده تاني شفشق خلاص، وهضيف الملح وهضيف فلفل اسمر وملح وكمون برضو. بفكركم يا حبايبي التعليقات الجميلة واللايكات اللي مستنياها منكم. طبعا تعليقاتكم بتفرحني، ولو في اي ملاحظات عن القناة طبعا قولولي. دي حاجة تفرق معايا كتير. تعليقاتكم مهمة بجد بالنسبة لي، فما تبخلوش عليا بيها. خلاص كده هسيب التقلية تتسبك براحتها. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. طبعا كنت مقورة الخضار وغسلاه كويس قوي اهو زي ما احنا شايفين. كنت غسلة الرز، اهم حاجة اغسل الرز واصفيه كويس. ودلوقتي هضيف التقلية هوريها لكم دلوقتي بعد ما اتسبكت. طبعا التقلية برضو لازم تتسبك حلو قوي. اهي بصوا. بصوا لونها بجد يا جماعة جميل قوي، وهيديني طعم حلو للمحشي. والخضرة دي يا حبايبي انا كنت مفرزاها. بص انا اقول لكم على فكرة حلوة. يعني انا مش جايبة كمية كبيرة ولا حاجة مفرزاها، لا انا كنت في السوق مثلا وجبت ب5 جنيه خضرة او ب10 ايا كان. انت زودي عليها ب5 تاني، وامسكيها بقى اغسليها برضو مع الخضرة اللي انت محتاجاها للمحشي النهاردة. والشوية اللي هيتبقوا منك طبعا امسكيهم كده ونشفيهم كويس وحطيهم في كيس وشيليهم في الفريزر. لو انت في وقت زي كده ومستعجلة وما عندكيش وقت هتطلعيهم هتستفادي بيهم. برضو عايزة اقول لكم حاجة كده حلوة قوي هتستفادوا برضو منها. ان انت لو عملتي كمية رز كبيرة تبقي عاملة احتياطك في ايه، في ان انت كنت تجيبي مثلا فلفل زيادة. الفلفل مش بيحتاج تقوير ولا وقت، فانتي لو فاض منك حوالي ربع كيلو رز ولا حاجة هتقومي مقطعة الفلفل من فوق وخلاص على كده. طبعا انتوا عارفين ولا بيتقور ولا بياخد وقت زي البتنجان، فهيبقى سهل بالنسبة لك ان انتي تستفادي بالرز اللي اتبقى منك. دلوقتي هنقلب الرز كويس اوي مع التقلية، وهنضيف الشطة وهنضيف الملح والكمون والفلفل الاسمر.
والشطة طبعا حسب احتياجك، شوفي طبعا انتي بتحبيها ايه. او ممكن برضو تعملي حلة فيها شطة كتير، وتفصلي شوية رز كده على جنب. لو انت عندك اطفال تعملي لهم في حلة صغيرة. خلاص كده انا قلبت الرز كويس اوي مع بعض اهو. بصوا، هو ده اللون الرز الحلو قوي اللي هو الاحمر الغامق الجميل. ودلوقتي انا بحشي البتنجان. بصوا بجد يا بنات، البتنجان ما تحشوش قوي عشان يبقى الرز مفلفل كده وحلو من جوه، وبقدر الامكان ما يطلعش رز منه وانتي بتسويه، عشان البتنجانية لما بتكون مكبوسة ما بتبقاش طعمها حلو اهو. بصوا اهو لغاية كده، والرز هيزيد دلوقتي لما يستوي. وخلاص كده انا هحشيه كله بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم برضو المحشي بجد بيبقى حلو قوي في الصيام، وطبعا اكيد بينفع في سفرة رمضان. يعني احنا ان شاء الله هنعمله سواء في رمضان سواء في الصوم الكبير. هنعمل المحشي طبعا كتير قوي. خلاص كده اهو زي ما احنا شايفين. وابتدي احشي الفلفل. هوريكم برضو طريقة حشوه. احنا بنفكر بعض بس يا جماعة بالاكلات دي. خلاص كده انا هحشي البتنجان كله بنفس الطريقة. دلوقتي هنحشي الكوسة مع بعض. عايزة اقولك بجد لو حشيتي المحشي بنفس الطريقة هيعجبك قوي. الصابع مش هيبقى مكبوس كده وهتاكلي منه 2 3 كده ويعجبك. دلوقتي انا هو هحشي الكوسة معاكم. بصوا الكوسة حشوها سهلة قوي، بس هي مش بتاخد رز كتير. يعني انت كل ما تحطي شوية بصي تنزليهم كده زي ما انا هوريكي اهو. عملته بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين. برضو انا ما حشتهاش للاخر عشان لما يجي يستوي الرز هيطلع لفوق. الرز هينفش كده وهيطلع. وهنحشي الفلفل دلوقتي اهو. بصوا انا بحاول ادوس على الفلفل شوية عشان ما يطلعش بعد كده منه اهو. بصوا سبت له فراغ شوية برضو علشان لما يجي يستوي الرز هيكمل للاخر. ودي شكل المحشي بعد ما رصيته بالطريقة دي. اللي وصل لغاية هنا يقول لي هو بيرصوا بالطول كده ولا بيرصوا بالعرض. هو زي ما احنا شايفين سواء كده او كده هو بيستوي بيطلع جميل قوي زي الفل. بصوا بجد شكله يفتح النفس يا جماعة. يلا بقى تشجعوا واعملوه. ودلوقتي انا هضيف للمية بتاعت التسوية. كنت شايلة 2 3 كده من التقلية حلوين عشان يحمروا المحشي. الخطوة دي مهمة قوي يا جماعة سواء في الكرنب او في البتنجان. بتحلي المحشي طبعا، وبصراحة بتبقى لازمة قوي في محشي الكرنب. خلاص كده احنا ظبطنا ميتنا وظبطنا ملحنا وخلاص على كده. وهنبتدي بقى نضيف المية عشان نسويه. بصوا لون المية. طبعا انا دقتها ظبطت ملحها. دلوقتي انا هضيف المية مش هضيفها كلها، مش هخلي البتنجان يعني يوصل للاخر ميته، لا انا هخليها في النص كده. هوريها لكم في الاخر. انا ضفت المية لغاية نص المحشي بس. زي ما احنا شايفين خد غلوتين 3 كده حلوين. فتحت ابص عليه لقيته لسه في المرحلة دي. لو لقيته اتشرب المية شوية انا هوطي عليه. خلاص كده المحشي اتشرب المية وبقي خطير. بصوا بصوا الجمال يا جماعة. بصوا بجد محشي يفتح النفس.
وسهل بصراحة، انا بحسه اسهل من الكرنب. لو انتم بتحسوا ان هو اسهل من الكرنب زي كده قوليه في التعليقات. اهو بصوا مستوي جميل، والرز مفلفل وحلو قوي. اهو احنا ما كبسناش الصابع قوي عشان كده طلع مفلفل. اعملوه وقولي رأيكم. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون ضيفة خفيفة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وادي يا جماعة شكل البتنجان. تشجعوا يلا وجهزوا حاجتكم النهاردة، وبكرة ان شاء الله اعملوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم.